الناشط الجمعوي بالقاسم معمر في لقاء رمضاني على قناة اليوتيوب قسوس نيوز من مستغانم. سجله حافل بالنشاطات وتجدونه في الثقافة والتراث والترفيه، يتحدث بكل تواضع في حلقتين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. على قناة قسوس نيوز، وبمناسبة دخول شهر رمضان الفضيل، في هذه المحادثة الطيبة مع أخي قسوس، محادثة ثنائية، أبدأ بتعريف، يعني نبذة تاريخية مبسطة عن حياة العبد الضعيف معمر بن القاسم. فمن خلال هذا العمل الجمعوي هذا نعود إلى من أين بدأ هذا العمل الجمعوي والنشاط الثقافي. فخلال نشأتي ودراستي في المدرسة الابتدائية كنت أجود القرآن الكريم، وكان لنا فرقة إنشاد وكنت على رئيسها منشد رئيسي. فتطور هذا العمل وهذا النشاط شيئا فشيئا من الابتدائية إلى المتوسطة، ومررت بالعمل الكشفي وبالمراكز دار الشباب، وكان هذا العمل يتطور مع المؤطرين والمسيرين جزاهم الله خير وكل من ساعدنا. ومررت أيضا بالعمل المسرحي، فكنت أمثل في المسرح، كنت مداحا، وهذا جاء خلال اكتشافي بالصوت التي كنت متميز به من خلال التجويد والإنشاد. وتطور هذا العمل، هذا النشاط، وخلال الأعوام السابقة قمت بعمل تطوعي كنت أمارسه فرديا، وبدأ يتطور هذا العمل التطوعي حبا فيه وحلاوة التطوع، وأنا أحب التطوع وناشط جمعوي. فقمت بعمل تطوعي مميز، ألا وهو رسم جداريات تحاكي تراث وتاريخ المدينة. فقمت بهذه المبادرة في وسط مدينة مستغانم، بلدية مستغانم بالضبط، والتحق بي متطوعون وفنانون من ولاية مستغانم وبلدية مستغانم، وقمنا بهذا العمل التطوعي وتقاسمناه وعبر ولاية الوطن. وبدأ هذا النشاط الجمعوي من خلال اهتمامي بالتراث وتاريخ المدينة. فكنت دائما ما أروج لمدينتي سياحيا وثقافيا من خلال إظهار لباس تقليدي والأكلات التقليدية والتراث المادي واللامادي الذي تفتخر به وتسخر به مدينتنا العتيقة ولاية مستغانم. وبعد ذلك وبعد العمل مع الإدارة والمديريات، مديرية الثقافة ومديرية السياحة، تم الاحتكاك بالإدارة وتم إنشاء جمعية سياحية وكنت على رأسها. وبدأ هذا العمل التطوعي، وقمنا بعدة مهرجانات وتظاهرات ثقافية في ولاية مستغانم. وكان هذا النشاط الثقافي محليا أخذ رواجا، وتم التنسيق أيضا بداخل وخارج الولاية مع ولاية تلمسان وولاية مجاورة وهران والجزائر العاصمة. وبدأنا نخرج، وحتى خرج هذا النشاط الجمعوي إلى العالمية من خلال ممارسة حتى نشاطات وألعاب تقليدية قديمة كنا نمارسها. فأردنا من خلال نشاطنا إحياء هذه اللعبة التقليدية، وقمت أنا وزملائي بمهرجانات للطائرات الورقية التي كنا نمارسها في القديم. جدودنا كانوا يمارسوا، وإحنا خدينا هذا اللعبات القديمة
علنا حتى للمدارس والأطفال بدار الشباب حتى يبتعدون ومارسنا يبتعدون عن الآفات والغزو الإلكتروني والألعاب الإلكترونية المضرة والهواتف الناقلة السمارت فون الذين أثروا سلبيا على أذهان وتفكير الطفل منذ نشأته في هذا الزمان. فساهمنا في التنمية البشرية قدر المستطاع بديار الشباب وبالمدارس، وقمنا بهذا المهرجان الكبير الذي كان في مستغانم وخرج إلى العالمية، وكانت لنا مشاركة دولية في الهند وفي تونس، ومؤخرا هذه المشاركة الثانية، وأبرزنا من خلال مشاركتنا ثقافة بلدي الجزائر الذي أفتخر به، ولا من طبيعة خلابة ولا من تراث ولغة ودين، وهذا شرف لنا ونطمح دائما للمزيد. الناشط الجمعوي بالقاسم معمر الذي وصل إلى دولة الهند كان معكم على قناة يوتيوب قصوص نيوز، ورمضان كريم. طاهر قصوص، مستوانا.